السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. يوم جديد وروتين جديد مليان طاقة ونشاط. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله هتتبسطي جدا منه. النهاردة بقى الروتين بتاعنا مقسوم الى جزئين. الجزء الاولاني كان في بيت ماما زي ما انتم شايفين كده، والجزء التاني ان شاء الله هيكون في شقتي. جيت بقى هنا الصبح، طبعا كنت قايمة ان انا خلاص همشي بقى النهاردة، فجيت بقى لينا بنتي طلبت من امي انها عايزة تاكل رز بلبن. وجت ماما بقى قالت لي والله ما انتي ماشيه غير ما تعملي لينا الرز بلبن. جبت بقى نص كوبايه من الرز، وغسلتها كده ونقعتها حوالي ساعه، وحطيت عليها حوالي 3 كوبايات من الميه، ومسكت بقى الرز بتاعي كده اديته سلقه على النار. بعد ما اتسلق وشفتوه كده معايا وخلاص حسيت ان الرزايه بتاعتي استوت خالص، ابتديت بقى كان معايا هنا كيلو من اللبن، ابتديت انزل على اللبن بتاعي باللبن بتاعي على الرز. اللهم صل على النبي، صلوا بينا على النبي يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت كمان بقى كوبايه من السكر. سبت بقى الرز بتاعي مع اللبن مع السكر يغلوا مع بعض كده. تو ما الرز بتاعي غلي باللبن معايا زي ما انتم شايفين، ابتديت بقى انزل عليه بكوين من الفانيليا. عندك فانيليا سايله حطي، مفيش اي مشكله، بتبقى جميله برضو جدا. هسيب بقى الرز بتاعي كده يغلي بقى اللهم صل على النبي بالفانيليا، وهديله تقليبه كده. ومعايا كمان ايه، معايا هنا كريم شانتيه، بحب احط جدا عليه كريم شانتيه يا بنات. وكمان لو عندك قشطه او وش لبن حطي كمان معلقتين، بيخلي الرز بتاعك كده حاجه كده بقى ايه، حاجه كده فخر من الاخر زي ما بيقول. حطيت بقى معلقتين من الرز من الرز بلبن. حطيت معلقتين من الكريم شانتيه، وابتديت بقى اديله تقليبه كده، وكان والله العظيم حكايه ملوش حل. جيت بقى اديت التقليبه زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه تاني؟ هنبتدي بقى ننزل بالنشا بتاعتنا. هو مش بياخد نشا كتير، انا بس بالحقيقه كنت حاطه حوالي 4 معالق من النشا، ما خدش معايا غير 3 معالق واقل كمان من 3 معالق. معايا بقى النشا هي ابتديت انزل عليها بنص كوبايه من الميه، هديلها تقليبه كده وهبوشها بس في الميه، وهبتدي انزل عليها على طول على الرز بلبن. خلاص النشا بتاعتي ده زي ما انتم شايفين، هنزل بقى على الرز بتاعي بالنشا واحده واحده، يعني ايد بتقلب في الرز بلبن والايد التانية نازله بالنشا زي ما انتم شايفين. هو طبعا احنا عارفين ان الرز بتاعنا بيبقى كله نشا، فمش بيحتاج معايا نشا كتير. فزي ما قلت لكم حطيت حوالي 4 معالق، ما خدش مني يمكن حوالي 3 معالق او معلقتين حتى. خلاص الرز بتاعي خلاص ابتدى يربط معايا اهو. خلاص انا محتاجاه كده يكون طري وجوسي كده وطري وجميل، واللبن بقى يكون ظاهر فيه كده. وخلاص خلصنا بقى الرز بلبن، طفينا عليه بقى. هنبتدي بقى نغرف في الاطباق. وطبعا لازم طلب لينا لازم ينفذ بالنسبه لامي، يعني لو عايزه اقول لكم ان هو اكتر من الاوامر مش هتصدقوني. انا عاوزه كذا يبقى هو كذا لازم يتنفذ. عملنا لها بقى اللي نفسها فيه، وبعد كده قضينا بقى بقيه اليوم عندنا في الشقه. في الحقيقه انا عملت الروتين بقيته مش في نفس اليوم، يعني عشان ما اكدبش عليكم انا عملته في تاني يوم، لان طبعا باجي يوميها ما بقدرش ان انا اعمل حاجه. لو معايا بقى هدوم لينا برصها وكده. كده خلصنا بقى الرز بلبن بتاعنا بعد ما غرفناه في الاطباق. جيت هنا بقى حطيت جوز الهند والزبيب معايا اهو زي ما انتم شايفين. عاوزين الوصفه من البدايه بكل تفاصيلها وتكاتها، انا عامله نفس الفيديو ده على القناه بتاعتي، عاملاه بس للرز بلبن، يعني مش عامله معاه اي روتين ولا اي حاجه. لو حابين تدخلوا عليها وتشوفوها ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. بصراحه يعني كل اللي دقوا بصراحه شكر فيه جدا جدا ب... ب... بشهاده من امي. يعني بعد ما دقيته والله العظيم اتصلت بيا مخصوص وقالت لي تسلم ايدك، الرز بلبن كان جميل جدا جدا. وكان له نصيب كمان اخويا وكان موجود ان هو ياكل منه. وده الرز بلبن بتاعنا اهوت بعد ما خلص، والله العظيم كان جميل جدا جدا. ونفذنا بقى اللي لينا ايه طلبها والحمد لله، وتمت المهمة. واتنقلنا على طول على بيتنا. في الطريق بقى انا كنت ماشية كده، قلت اصور لكم الاجواء الحلوة دي والمناظر الحلوة دي، وقلت بقى نصور المنظر الطبيعي دي وده، وبالمرة كمان نعرفكم ان احنا خلاص مهاجرين وماشيين والى اللقاء. وخلاص بقى وصلنا بيتنا. في الحقيقة ده كان تاني يوم زي ما قلت لكم، كان عندي بقى هدوم كده حطيتها في الغسالة من بالليل، كانت خلاص اتغسلت. قلت بقى اطلعها كده وابتدي يومي بالغسيل زي ما احنا متفقين. ما بخليش بقى استنى بقى الهدوم بتاعتي ان انا مثلا اخلص بقى كل اللي ورايا وبعد كده ابتدي بقى اغسل الهدوم او انشر الهدوم او كده، لا ببدأ بيها اول حاجة. وطبعا كانت بلكونتي دي كانت تراب صافي، لان بقى كان بقالي ازيد من اسبوع عند ماما، فمسحتها بقى كده اول ما وصلت. يعني ده كان اخر مجهودي بقى، ان انا خلاص عملت بقى الروتين عند ماما
وروحت بقى كده إيه طبعا حميت لينا الاول وخدت الهدوم حطيتها في الغساله، وقلت بقى ايه بالمره كده امسح البلكونه كده وانا رايقه كده عشان اقوم الصبح على طول احط بقى الهدوم بتاعتي في البلكونه وانشرها عشان تنشف. يلا بقى لو انتي اول مره تشوفيني ما تحرمنيش من لمسه ايدك الحلوه على اللايك، عشان اللايك هو الدعم بتاعي، وانا عايزه الفيديو يوصل لاكبر عدد مشاهدات، وعايزه وقفتكم جنبي ومساندتكم ليا، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا احلى اخوات في الدنيا واحلى عيله في الدنيا. ويا رب دايما يديم المحبه ما بيننا والتواصل ما بيننا، ويخليكم ليا يا رب دايما دايما تاج على راسي، وما تحرمش منكم ولا من تعليقاتكم الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي، تفتح نفسي وبتكبر بخاطري. ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. جينا بقى هنبتدي بقى خلاص هنخلص الغسيل بتاعنا، وعندنا روتين كمان في المطبخ كده على الماشي هنعمله. كان عندي بقى شوية أطباق بصراحة من العشاء وكده، كانت لينا يعني اتعشت بالليل أنا وهي، وقلت بقى أخلي بقى المواعين للصبح، لأن زي ما كنتوا عارفين اليومين اللي كانوا فاتوا دول كانوا برد جدا جدا، فكنت بصراحة وقت بالليل ما بقدرش ان انا احط ايدي في المية خالص او اقف بقى كده في البرد. فطبعا قلت لان لينا طبعا بتبقى معايا وكده ومش هتسيبني حتى لو انا واقفة في المطبخ هتبقى معايا، فقلت بقى كده نخلص بقى الهدوم بتاعتنا وندخل على مطبخنا على طول. جيت بقى هنا دخلت بقى على المطبخ بتاعي بقى، لميت الطبقين اللي كانوا على الحوض، هما ما كانوش كتير. وكنت بقى بالمره كده كنت شلت المفرش بتاع الفرن بتاعي، ما كانش يعني عاجبني وكده، قلت بقى اغسله كده غسله كويسه، خدته بقى نقعته كده، وخدت كمان المفرش بتاع الغساله الاوتوماتيك بتاعي، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ان هو جنب الحوض على طول، ساعات ببقى بغسل كده بينزل عليه نقطه ميه نقطه من الصابون وانا بغسل، فبحس ان هي معلمه فيه، فقلت بقى امسكهم كده انقعهم في طبق كده. خدتهم بصراحه نقعتهم يعني بس ما صورتش، ما حبيتش بقى ان الفيديو يطول عليكم، حبيت ان انا اعمل لكم فيديو خفيف كده تستمتعوا بيه. قلت بقى انقعهم كده على ما اخلص بقى كل اللي ورايا، وبعد كده اغسلهم وانشرهم. جيت بقى هنا قلت بقى نوضب المطبخ بتاعنا. هو المطبخ بتاعنا دايما يعني انا ايدي فيه، يعني مش بسيب المطبخ يتراكم عليه حاجة، لان بصراحة اكتر حاجة بتضايق منها هو المطبخ، يعني لو حسيت ان المطبخ بتاعي نضيف بحس ان الدنيا كلها نظيفة، او كل شيء بعد كده هين وسهل بالنسبة لي، الا المطبخ بصراحة بحب دايما ان هو يكون مترتب. فلو لاحظتوا ان انتوا هتلاقوني اول حاجة ببدأ فيها في يومي اساسا يعني هو المطبخ، يعني بقوم من النوم كده اول حاجة بمشي بنتي للحضانة، وبعد كده بدخل على المطبخ على طول. لو عندي بقى مواعين كده بلمها كده من على الحوض، ترابيزات بمسحها، بوضب الدنيا كده حواليا، وعندي غدا بعمله، وبعد كده بدخل على الشقة. يعني في ناس تقولك لا هنخلص الشقة الاول وبعد كده ندخل على المطبخ عشان لو حد جنة او كده، بس انا بصراحة لما بحس ان انا وضبط المطبخ بتاعي بحس ان الدنيا كلها رايقة معايا، وبحس ان زي ما قلت لكم كل شيء بعد كده هين بالنسبة لي. لو بقى الاوض الصالة الحمام كل ده بيبقى هين، وفي ثواني بعد ما بخلص المطبخ بتاعي وكل حاجة بتكون بقى اتظبطت وكل حاجة في مكانها، اخش بقى ابتدي بقى اشوف انا ورايا في الاوض بتاعتي او في الصالة زي ما قلت لكم، وبظبط الدنيا على طول. خلصنا بقى كده المواعين بتاعتنا، هم زي ما قلت لكم كانوا حبة اطباق بساط خالص، كان مكان العشاء بس، طبعا انتوا عارفين ان انا ولينا بس اللي كنا في الشقة وكده. في الحقيقة الفيديو ده كان متسجل يعني من يوم ما انا جيت من عند ماما، يعني متصور بس ما كنتش بقى سجلت عليه صوت ولا منتجته، فقلت كده بقى اوضبه. هو كان المفروض ان هو ينزل قبل الفيديو اللي نزل لكم من امبارح، بس انا قلت بقى كده اوضبه كده وانزله لحبايب قلبي عشان دايما يكونوا معايا، واكون انا كمان معاهم مشاركاهم كل حاجه في حياتي واي حاجه انا بعملها. زي ما قلت لكم انتوا احسن حاجه حصلت لي في حياتي، مش كلام وبس، اقسم بالله فعلا دي حقيقه. انتوا ناس حلوه بتكتب لي تعليقات بتفتح نفسي وبتكبر بخاطري، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، ويديمكم يا رب دايما نعمه في حياتي، ويخليكم دايما جنبي وواقفين ليا وسندي وظهري وكل حاجه ليا في الدنيا. خلصنا بقى مواعيننا واطباقنا، ملينا بقى طبعا الطبق المعتاد بتاعنا بحبه الصابون السائل كده،
ونمسك بقى ترابيزاتنا كلها نلمعها ونوضبها ان شاء الله باذن الله. الايام اللي جايه هنعمل روتين برضو في المطبخ كده. انتوا عارفين ان انا دايما زي ما قلت لكم دايما ايدي في المطبخ، يعني في البوتاجاز، في ال اللهم صل على النبي، في الضلف بتاعه المطبخ، في الغساله، في اي حاجه ايدي دايما في المطبخ. فعشان كده ما تلاقيش عندي دهون متراكمه كتيره في المطبخ عندي. فان شاء الله باذن الله قبل رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين وربنا يبلغنا رمضان، اللهم امين، لا فاقدين ولا مفقودين. ان شاء الله باذن الله هنعمل روتين بسيط كده في المطبخ، وجبنا شويه زينه كده نفرح بيهم نفسنا. انا عن نفسي عايزه افرح وكمان افرح بنتي بيهم، فقلت بقى ايه قبل رمضان كده بيوم او اتنين ان شاء الله هنعمل روتين مع بعض حلو جدا في المطبخ وهنزينه مع بعض. زي ما انتم شايفين خلصنا بقى الترابيزات بتاعتنا وظبطنا الدنيا، وكمان البوتاجاز بتاعنا لمعناه كده تلميعه حلوه قوي. وجينا بقى قلنا بقى ايه نمسك بقى الارضيه بتاعه المطبخ، ما ينفعش بقى نظبط الدنيا كلها ونسيب الارضيه بتاعه المطبخ بتاعتنا من غير ما كمان نديلها تلميعه حلوه كده، ونظبط بقى ايه المطبخ يكون بقى ايه فاخر من الاخر. خلصنا بقى، مليت الجردل بتاعي حبه من المسحوق وحبه من الصابون السائل، وحطيت كمان حبه من الكلور، لاني دايما بحب اللي هو الاسمنت اللي هو داخل البلاط ده. بحس دايما ان انا بحب ان هو يبقى ابيض دايما ولونه يكون لامع كده وباين، يعني ما بحبش ايه ان هو يكون اصفر او مثلا في لون او في بقعه او كده. فدايما ببتدي بقى ايه المعه كده تلميعه حلوه عشان يبقى دايما نضيف معايا وكل حاجه تبقى تمام. مطبخنا بقى زي الفل اهو زي ما انتم شايفين، الترابيزات بتاعتي، البوتاجاز، الارضيات، كل حاجه بقت ايه فله شمعه منوره زي ما بنقول دايما. وبكده يكون روتيننا خلص ويومنا خلص. يا رب دايما اكون ضيفه خفيفه عليكم ويخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.